ايفون، ايباد، اي ماك، ايبود، دي كلها اجهزه لواحده من اكبر شركات العالم بذكريات شهيه. اول شركه في العالم تنقل البشريه من عصر الموبايلات الزراير للتاتش، واول كمان موبايل ببصمه صباع، واول موبايل ببصمه وش فيس اي دي، وكمان اول منتج باعوه ما كانش كمبيوتر ولا موبايل، لا ده كان حته خشبه. الشركه اللي عايز تكون حبساك جوه الايكو سيستم بتاعها. يعني لو اشتريت ايفون فهتخليك تشتري ماك بوك عشان مش هتبقى عارف تنقل فايلات من الايفون لماك بوك او العكس، وبعدها تروح تشتري الابل واتش وبعدها الايربودز، فبالتالي انت حرفيا محبوس جوه الايكو سيستم بتاعها. هتصدم اكتر لما تعرف ان ابل عندها خط ازياء شغال من 1986 لحد دلوقتي. فطبعا مش محتاج اقول لك ان فيديو النهارده عن شركه ابل، الشركه الاكبر في العالم. ولو عايز تعرف ده كله فكمل الفيديو لاخره. خلينا بقى نرجع يا عزيزي ل 21 يونيو 2007 في الابل بارك في كاليفورنيا، والقاعة مليانة على اخرها. بص كده على رياكشن الناس لما ستيف جوبز قال لهم انا النهارده هقدم لكم 3 اجهزه: وايد سكرين ايبود مع تاتش كنترولز، وهنا الناس لسه مش فاهمه حاجه. الجهاز الثاني ريفولوشن موبايل فون، والثالث هو جهاز تقني متقدم جدا للانترنت. دلوقتي احنا معانا 3 اجهزه: ايبود مع تاتش كنترولز، جهاز موبايل ثوري وجهاز متقدم جدا في الانترنت. ايبود مع تاتش كنترولز، جهاز موبايل ثوري وجهاز متقدم جدا في الانترنت. وقعد يعيد الكلام ده بالطريقه دي 3-4 مرات كده لحد ما الناس بعد بدات تضحك وهي مستغربه. وقال بعدها ان دي مش 3 اجهزه ولا حاجه، دول 3 ميزات في جهاز واحد، وهنسميه الايفون. This is one device. And we are calling it iPhone. النهارده ابل هتقدم مفهوم جديد جدا للموبايلات، وقال بقى خلوني اتكلم عن السمارت فونز اللي هي اصلا مش سمارت ولا حاجه، وقال انهم بيقدموا وصول محدود جدا للانترنت وشاشه صغيره جدا فيهم زراير اللي مش سهله ابدا في الاستخدام. وطبعا هنا كان يقصد نوكيا وبلاك بيري وموتوريلا اللي هم كانوا حرفيا مكتسحين السوق وقتها. وقال انه مش عايز يعمل جهاز يعمل ابديت لدول ولا حاجه، لا، وعايز يعمل جهاز يعمل قفزه نوعيه ويكون هو التوب ويكتسح عالم التكنولوجيا. وقال ان مشكله الموبايلات الزراير بس هي النص اللي تحت الزراير. ليه ابقى ملزم ان اتحكم في كل تطبيق زي التاني؟ افرض المبرمجين جات لهم فكره مختلفه، هيبقوا ملزمين انهم يعملوا التطبيق ده ان الناس تعرف تستعمله بالزراير. وجاب صور لاحدث التليفونات وقتها وقال ان دول مشكلتهم بس هي النص اللي تحت الزراير. فعلا حلت المشكله دي في التسعينيات بالكمبيوتر، شاشه كبيره ومفيش زراير. ايه رايك بقى لو استخدمنا الزراير اللي في التليفون دي بشاشه عملاقه حجمها 3.5 انش؟ هو صراحه حجمها صغير جدا يعني، بس بالنسبه لوقتها ده كان اكبر شاشه في العالم للتليفون، والناس كانت منبهره جدا. طيب تخيلوا بقى نستعمل الجهاز ده ازاي من غير زراير؟ يمكن بقلم مثلا؟ لا فكره غبيه، ممكن يتكسر يضيع بقلم. احنا هنستعمله بحاجه كلنا مخلوقين بيها، صباعنا. We're going to use the best pointing device in the world. We're going to use a pointing device that we're all born with. We're born with 10 of them. We're going to use our fingers. We're going to touch this with our fingers. And we have invented a new technology called multi-touch. راح عزيزي بقى قعد يشرح لهم مزايا التليفون من الكاميرات للبطاريه وحجم الشاشه مش عارف ايه، بس هو لسه ما فتحوش. لكن اول ما فتحه وعمل بس سلايد بصباعه عشان يتفتح، الناس قعدت تضحك بطريقه هستيريه. ولما فتح تطبيق وجاب صباعه كده بس وعمل سكرول، الناس هنا اتجننت ضحك، مش مصدقين اللي هم شايفينه. كميه ضحك مش طبيعي. يا جماعه انا شفت المؤتمر ده كامل، ستيف جوبز خلاني حرفيا انا نفسي اشتري التليفون ده، انا عايز اشتري الايفون 1. ولما جيت بحثت عنه لقيت ان سعر الجهاز مقفول الجديد يعني سعره اكتر من $60,000. فقلت لا، فكرة غبية اصلا مش هيكمل معايا يعني. واللي خلاني عايز اشتري الجهاز بقاله اكتر من 17-18 سنة هو استراتيجية ستيف جوبز في الماركتينج. ومن هنا بدأ عصر مجد الابل، عصر الايفون.
سنة 1976 ستيف جوبز وستيف زانياك شباب عاديين عندهم حب للتكنولوجيا، وزانياك خبير في التكنولوجيا، وجوبز عنده حدس رهيب للمنتجات اللي الناس هتحبها واللي هتتباع، وذكي جدا في البيزنس والماركتنج وانه ازاي يقنعك انت تشتري المنتج بتاعه. وبداوا شركتهم بانهم بيبيعوا زي الكيسات بتاعت الكمبيوتر اللي هي الجسم الخارجي بس، وكانوا بيصنعوها من الخشب. وبعدها واحده واحده بداوا يخشوا في مجال التكنولوجيا وبداوا يبيعوا رامات وحاجات كده، لكن ده كله في جراج في بيت ابو ستيف جوبز. واول حاجه فعليه بعتها ابل كان جهاز كمبيوتر اسمه ابل اي، واتباع سنه 1976. الجهاز ده كان عباره عن ماذر بورد بس عليها المعالج والرام، لكن مش جاي بشاشه ولا جاي حتى بجسم خارجي هيكل خارجي ولا باي حاجه، انت بتاخدها تشتريها بقى باقي الحاجات. المفاجاه ان الجهاز ده اتباع ب $666 و66 سنت، واللي خلى بعض الناس تربط الرقم ده بالشيطان والماسونيه وحاجات غريبه، لان الرقم ده في الثقافه الغربيه بيرمز للشيطان. عارفين الفيديوهات اللي كنا بنشوفها زمان يقول لك انا اتصلت برقم الشيطان والحاجات دي، انتوا عارفينها؟ النهارده هتصل برقم ابليس زي ما انتوا شايفين يا جماعه، الرقم اهو. وفي بعض الاقوال الغير مؤكده تفاح المقطومه اللي في ابل بترمز لتفاحه ادم اللي في الجنه. المهم ان زانياك ده هو اللي عرف يصمم الجهاز ده وصنع منه 200 نسخه وكلهم اتباعوا. ستيف جوبز هو اللي عرف يقنع الناس ان هي تشتريه ويعملوا ماركتنج. ومن المنتج الصغير والبسيط ده بدات امبراطوريه اسمها ابل، وبدات ابل تكبر اكتر واكتر لحد ما صنعت الماكنتوش واللي اسمه اتغير حاليا وبقى الماك بوك. واخترعوا الايبود واللي قال عنه ستيف جوبز ان عندي الاف الاغاني في جيبي. ابل حرفيا اكتسحت المجال بعد ما سرقت الاضواء من نوكيا اللي هي كانت الشركه الاولى عالميا والاشهر. لك ان تتخيل ان ده فيديو تخيلي للايفون 17 لسه نازل من كام يوم، لكن من 13 سنه. ناس تخيلوا انه هيبقى ترانسبيرنت وان السكرين هتطلع لبره وان هيبقى فيه بصمه صباع، تكنولوجيا كده غريبه، وانه هيبقى شكله فخم جدا ومش عارف ايه، لكن ملوش اي علاقه بدلوقتي. ومن وجهه نظري ان الايفون الشفاف ده هو كان السبب ان ابل تعمل نظام السوفت وير الجديد iOS 26 بانه يكون كله شفاف ولوكد جلاس وكانه كده ازاز، عشان يبقى شبه الفيديو التخيلي للايفون 17، وانهم كمان نزلوه في نفس الوقت نزول الايفون 17. المهم احنا عايزين نعرف اجابه سؤال مهم جدا: ليه الايفون غالي؟ وليه رغم السعر ده في ملايين الناس بتشتريه ولسه ابل بتكسب، رغم ان الايفون بتاع السنه دي هو السنه اللي قبلها هو السنه اللي قبلها؟ الاجابه سهله قوي يا عزيزي. ابل مش مهتمه انها تاخد منك الفلوس وتديك الايفون وشكرا على كده، لا. هديك مثل: ده ايباد برو اتعمل سنه 2018 وده ثالث من سامسونج اتعمل في نفس الوقت. الايباد لسه شغال لحد دلوقتي باحدث نظام سوفت وير زي احدث ايباد. اما على الناحيه الثانيه فالتابلت من سامسونج شغال بنظام اندرويد قديم جدا ما تقدرش تتعامل معاه في زماننا الحالي. ونفس الكلام ده مع كل اجهزه ابل، نفس الكلام مع جهاز بيعتبره ناس كتير جدا افضل جهاز وافضل ايفون صنعته ابل في تاريخها، وهو الايفون اكس اس ماكس، واللي اتعمل من اكتر من 7-8 سنين، لكن هو كان لسه شغال لاحدث نظام لحد بس من كام يوم لما ابل نزلت السوفت وير الجديد وما نزلش عليه عشان ينتهي عصر اكتر ايفون اتباع وقتها. كمان ابل عندها فريق مخصوص اسمه باكينج ديزاين تيم، شغلهم الوحيد انهم يقعدوا يدرسوا ازاي العميل ينبهر ويحس بالفخامه لما يفتح علبه الايفون او الماك بوك ويحس بالفلوس اللي هو دفعها. وهنا بقى نفهم ان ابل بتبيع جهاز وهي عايزاك لما الجهاز ده يقدر يعدي عليه 5-6 سنين وتعوز تشتري جهاز تاني يبقى منها برضه. فبالتالي ابل كسبتك انت كعميل. ستيف جوبز خبير في استراتيجيه الاقناع، وابل في عصر ستيف جوبز كانت من افضل حالاتها، خصوصا وقت نزول الايبود واللي كان في اواخر 2001، وخصوصا كمان بعد احداث 11 سبتمبر اللي هو انتم منزلين اختراع جديد بعد الكارثه اللي حصلت. Are you forget what happened at 11 September? Is you forget? بعد اكتر من 10 سنين من الابداع والاختراعات يموت ستيف جوبز في 2011. Death of a man who literally changed the way we live our lives every day. Steve Jobs. Good evening. I'm Steve Jobs from Apple Computer. We're very glad to be here tonight. What a computer is to me is it's the most remarkable tool that we've ever come up with. We used to stand at the intersection of technology and humanity and to make something for people that want to bring this into their lives
and use it for things that make them more creative, not just make them more productive. This amazing little device holds 1,000 songs, and it goes right in my pocket. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? And we are calling it iPhone. ستيف جوبز في رأيي كان سبب ان احنا ما نشوفش اختراعات جديدة زي الايفون والايبود. جوبز يا عزيزي كان بيحب الريسك العالي، وبيتضايق جدا لما حد من الموظفين عنده يفكر بطريقة فيها ريسك او يكون قلقان. لكن برضه يا عزيزي جوبز ما كانش افضل حاجة، ده كان عنده جنون عظمة وبيتريق على افكار الموظفين. وفي يوم كان هو ايلون ماسك في حفلة، وايلون ماسك بعدها وصفه بالوقاحة وقال انه كان بيتجاهله. ابل وصلت لمستوى متوحش من المبيعات والبراندنج والايرادات والشهرة، وبقيت لما تشوف ان شخص باع كريته عشان ايفون بقى عادي لانها اتكررت كتير جدا. لكن الموضوع ما وقفش هنا، الموضوع وصل يا عزيزي لان 2 يبيعوا بنتهم عشان يشتروا ايفون 14 برو ماكس. الاتنين دول كانوا من الهند وكانوا مهووسين جدا بانهم ينشروا ريلز على الانستجرام، وكان الايفون هو الحل الامثل من قوه الكاميرات والمعالج والشاشه. فحاولوا يعملوا كده مع بنتهم اللي عندها 18 سنه، بس الموضوع ما نفعش. فقرروا انهم يخلفوا بنت، واستنوا تم 3 شهور وباعوها. الشرطة مسكت الزوجة والزوج هرب وهو معاه الايفون. طيب ليه ده كله؟ ايه سبب الهوس بالايفون ده؟ ابل يا جماعة اول ما فتحت، لما ما كانتش شركة كبيرة قوي ولكن كانت بتفتح لسه فروعها، كانوا بيفتحوها في افخم وارقى المناطق اللي في العالم، لانها كانت عايزة تربط نفسها بالفخامة والرقي على طول. فهتلاقي مقر ابل في الابل بارك في كاليفورنيا، مكان فخم جدا، او في دبي عند برج خليفة، او حتى في شارع الشانزليزيه في باريس. وده سبب من اسباب السعر الغالي لمنتجاتها. ابل اتفضحت انها بتبطئ الايفونات القديمه عمدا بالتحديثات الجديده، وفي دعاوي قضائيه عليها بمليارات الدولارات. وده صراحه تناقض مع الموضوع اللي احنا قلناه في الاول. ابل بتنزل تحديثات تخلي فيها موبايلات قديمه ابطا. احنا مش كنا من شويه بنقول ان هي عايزه موبايل يقعد معاك اكتر مده؟ الصراحه عزيزي ابل ما بتعملش كده. ابل بيحصل كده غصب عنها لما بيعدي على موبايل اكتر من 5-6 سنين، لما التليفون بيبقى مش مستحمل التحديث الجديد اصلا. بعدين لمعلوماتكم ابل اصلا تقدر تعمل كده، بس ابل مش عايز تعمل كده، لانها لو عملت كده فهي حرفيا بتبيع لك الايفون ببلاش او بتقسيط $1 كل يوم على 6 سنين. فما ينفعش كده. من اول ايفون 1 بشاشه صغيره وزرار واحد، الايفون بيصور بكاميرا 4K وبيشتغل بالابل انتليجنس والذكاء الاصطناعي، وكل سنه بيتغير شكله ومواصفاته ويضرب السوق كله. او شكله بيتغير يعني في التصميم، بس التوضيح بس عشان الفروقات بتبقى بسيطه جدا في الايفون، لان هتلاقي الايفون 17 مفيش فروقات كبيره بينه وبين الايفون 13 مثلا. وهنا شركه اونر كانت بتتريق على ابل ونزلت الفيديو ده على تيك توك بتقول they extended the shape we extended the possibilities. يعني باختصار ان ابل عشان غيرت شكل الكاميرا خلتها اوسع، فاونر بتتريق عليها ان الموبايل بقى عندهم بيتفتح بقى فوضوي. ولان ابل مع الاداره الجديده مبقاش عندهم نفس فكر ستيف جوبز، واللي هو التقدم التكنولوجي المبهر واكتساح العالم التكنولوجي والجرأه في طرح الجديد، واللي خلى شركات زي سامسونج تتفوق عليهم في كذا سنه. دي كانت حكايه ابل من جرار صغير لقمه العالم. يا ترى ابل ممكن تعمل لنا ايه اختراعات جديده في المستقبل؟ معرفش. يا ريت تعجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. السلام.